كذي صوبانغا أورو خافور رنجل تبع أورو نمني أورو أورو يقابل تكاوري ويدن مناياني مثل بنيمي صوبانا بيبتو يوسفين صلاة بيچا ليبدين تساني تلا لم توتا تيجا أنت تقول اليوم تدريب بيجون أنت الدركما أفادي مخلصة الدوا فون تلا لما إسن قداتي كسنتين الدوا جلوا ما نما جلاويته الدركما كانوا الجلة أو قاري والجلة يعني أقول منه لي يا دني مجلس الننديس جنين منه يا مجلس سوداء شو قوية سيرا لبجيروان الجولين تكتا كما ننديس جتة كراتي تديم تسون فايدة قد كبدي بيا ونتوني دركم ني مجلس أخون جرا شو قبلا والدركون بودا تيمور لتلا لما نما غاودرا إرادة بيجين أبواتي نمني سون بكا درجة سونجي شيء نخي يسون لقمان نايا ديجا يوم ما ولدي ابنه بودا مخالط توني عربا نوچون بلاش تيا بجيتو بلاش كاكاسنتاني حفين سخنا قدسنا أدو ورّي مسلم كل هتشي سخنا دي سادو أتا ورّي ولي رسل روي كشا وياو دي وجرا يولم مالا بيت كتاب أما سنتني مي كاسنتين أدو أملا يوسف تادي ما فين سخنا أملا ستة ويا تو كوسلات ويا تو كولي تبى سلاني سكت ويا تو كريت ما دركي ويا تو كريت ويا خان درواب ويا تو كريت ويا خان درواب ويا تو كريت ويا خان درواب أكاسم ببرة كراتين تكاسم ببرة يتلون أكاسن تاني لا كراتين الأجمع كراون برباج سيجو فردي وهم تر فردي قوني أكو ما نما صلاة تاريخ صلاة كنما إن كتبني بليكان سين كتب دوران مقدار يشق ينقل درن ويا تكوفت ويا تكروفت نمي تكون قري قدو إن كتبني سين كتب نبأ تكلم يو أوزرين سهم بيفته نياتي أجير أصابني أركض يوحنا موسين كتبن دي مسخنا سرر كتب صواب قد دايجو هذا بالبارين لفته كذبولا سر وديم لما تربان كيزان نما غيا سديا فوجنا خطربان غوتمت غيا تو كبيچ فوجنا ميلا رايسا ديبيا مي يامي سخن اما فايدا غد غور مي يامي سخن اللي مغبره اما نمني غرين ان بريتين جدران ندو ختامي غبر اما نمي دو بريتين جرا مقاسات بري اساس بري اور كشونا فمله ترامبر ندو خته تشوتا makaya mungari edum bare manu bare wani jiru ceca ni ya maka satis gana uga amma sudu jannu barra ana kaisa nama turbani ragu ya tokro ke sabab ma osuma jannu namni wata ka karati tinjir ke sabab osuma jannu namni faida kabu hagu ya tok ke karati yamare na ke sabab tirti ramma لا فان سوني سدبر كم نوتي رابط وني سوني بيخا جيبنا وانت لا كتان ندير كما خفلون كيسن كتان ني كراتي اچ خفلان دير كما بيخا انا بكونش سنجي خنا نمكو تربان رغو يلا مابو لا تني تربان لمينا بسن شنت مسو خفلو كبدر كما سات لا يو بسم الله الرحمن الرحيم جندتين جكاسا فكيف جابر كتاب الرافولا كذا ديبني قد دبني دبني سمرا هذه أرينا بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مدر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نمني فريقا ودرا فريتي واخف لجيت يفتديان أنقربين آية خنابودا بوسي فمن شهد منكم الشهر فليصوموا خنا شهر التيا. حدثني عمرو بن سواد العامري اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن يزيد مولى سلمة بن لكوي عن سلمة بن لكوي رضي الله عنه انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الايه ومن شهد منكم الشهر فليصمه باب قضاء رمضان في شعبان. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي صوم من رمضان دوبنا الصوم من رمضان راقته تيت فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. عندن دنيا جت شعبان كيس ملي الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة رسوله شاغلين رسول الراتي في اذا قدموا لا بجيت او برسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف منا قد سرت بودان سيس ومن كبجيت على الفوري مت قدان ددفي باسو ورجو جرا يود سيم جوبته شعبان سلامة الأولى سلامة الرخنة ترسيبته بافته سلمة دي ساجي كونه راركن آية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني وحدثني سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنت المدرسة بابتها يونس يمجاو باتة بودا خد شفت ملك كان من عليها باتين أما سليمان بن بلال درسا يا آيات تجيشوا وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطيعوا جلغدا ونين انتن دينيف بقى الرسول خدموا في إجت. وحدثني همام بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا أن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. باتين كنيس المجريج وقال المجريج كجي فظننت نيا دجي أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. فظننت أن يخرج أمه أبي سلمة قال أبي سلمة قوتا قال يا ابن سيد يا المسيد كجي فظننت شينقيا سال أبي سلمان كان جيجي نيا دجي أن ذلك دندور أبو سيسن رسول قدموا رابجة رسول قدموا رابجة تورا يادي. يحيى يقول يا تجي أن يخرجوا ما المجريج تماس يقولون أن زننتو خنا. وحدثنا امام بن مسنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الاسناد. باتي كلا جرى خانيس ولم يذكر كلام كن دبنه في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني امام بن ابي مر المكي وحدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي امام بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كانت ايدهنا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ياتي شعبان. باب قضاء صوم عن الميت. وحدثني هارون بن سعيد الليلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البتيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء. وحدثني أحمد بن أبي عمر الوكيعي حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن سليمان عن مسلم البتيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقديه عنها قال لو كان على امك دين كنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. نتيجة تتنجي جنوب مسلم حديث خناسو باتين اما حكمي بسلامارتا ذاتي مسلم مخنتا فقال جل جمال جان سمعنا مجاهدا يذكر هذا مجاهدي هذا بمة هذا لما متابع لما ذاكران سعيد بن جبير يلخيس مجاهد لقيني جان يذكر خندبته هذا حديث سعيد
عن ابن عباس المباس الراها شيخنا مجاهدين را سودا جيني أين يفنجو بقتنا والجلا يا إما مجاهدي بسعيدي تو عبد الله المباس الرا وديسه والجلا أما جري لمينيس مسلم جليان مجاهدين را كرو خيست وحدثنا ابو سعيد الاشج وحدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا الاعمش عن سلمة بن كهيل ولكن بن تيبة ومسلم البتين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باتين أمس أبو خالد الأحمر تاتي. وحدثنا اسحاق بن منصور وابن ابي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس حدثنا لكم بن تيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لما نرار كنو سليمان الامشين بكتك النم سدير راغريدا اينو فينو حكم سلمى اماس مسلم قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها. أنا راغراتي نم برا راغراتي نم برا راغراتي لا نم تقول مجلس تقول نم سدير راغري نندي سكنت أني أددا حفظي سكراتي مدرسة كراتي مجلس كراتي نندي وعليها صوم نذر فأصوم عنها. قال أرأيت لو كان لهم كدين فقديته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وحدثني علي بن أجر السادي وحدثنا علي بن مسير أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها. قال صومي عنها. قالت إنها لم تهج قط أفأحج عنها؟ قال هجي عنها. لا لما إبادة نجيرا نمنا مرة قولي ندم صلاة في صومنا ولا تجيجو صومنا اللي قدر رب صلاني مو رجب جيجو. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. مات صومنا إيه صومنا مقدات خنازري توري ولا نميرا دبي. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسير عبد الله بن قال صوم شهرين. وحدثنا عبد بن عبيد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن ابي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. ذكر الثوري لخيا ناس وقال صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور اخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الاسناد. وليس عبيد الله بن موسى جل سفيان. وقال صوم شهرين. وحدثني ابن ابي خلف حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قالت اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهرين. باتي عبد الملك بن سليمان جل خيزه همي تعريف من النساخ بمثل حديث جچمتا اينو جلا ديمي عبد الله المنميري اينو راغري عبد الله المطاي عبد الله المطاي راغري. وقال عبد الملك كجر واسا قيست صوم شهر صوم نبات زكاة الرجل. باب الصائم يدعى إلى طعام نمن ياتايا ممه أو يقاتل تكاو خنا من ده فليقل إني صائم. اجوي وانجو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة نبي الزناد إلى رجل أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال أمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب حفظ اللسان للصائم. مرفوعا بالحكم موقوعا باللفظ به. باب حفظ اللسان للصائم. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة نبي الزناد إلى رجل أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. باب فضل الصيام. وحدثني الملة بن آية التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وهو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده لخلفة
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الهزامي عن ابي الزناد الى رجل ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو عوية وكيع عن الأعمش حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش حدثنا ابو سعيد الاشج واللفظ له حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف. قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو حلاوته وطعامه من اجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سنان عن ابي صالح عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول ان الصوم لي وانا اجزي به ان للصائم فرحتين اذا افطر فرح واذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني اسحاق بن عمر بن صليط الحزلي حدثنا عبد العزيز يعني بن المسلمين حدثنا درار بن مرة وهو ابو سنان بهذا الاسناد قال وقال اذا لقي الله فجزاؤه فرحا. باتي عبد العزيز قال وقال اذا لقي الله فجزاؤه فرحا. اذا ما تجن سنت. حدثنا بكر بن ابي شيبة حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال حدثني ابو حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم احد خيرهم يقال اين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل اخرهم اغلق فلم يدخل منه احد. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرور ولا تفويت حق. ان كمل مدن دو ولا تفويت حق حين تقول سقط ملت حين فرا او حين ورا أقوين المان لا وحدثنا محمد بن رمي بن المهاجر أخبرني ليس عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي سالم عن النعمان بن أبي أياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. باتي عبد العزيز ولا دراسة سويليت. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي أياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل زوال أندل الجيجو وجواز فطر الصائم نفلا من خير عذر ملت يوفر توانيا تبيلتسي بيستي ومان قبوان جوا. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج صدقة من ماله فإن شاء أمتها. ذاك صوم الناس الناس بمنزلة الرجل منزل مغربا يخرج صدقة من ماله فإن شاء أمداها وإن شاء أمسكها. ورمجدا كنا يفعل مو أجاسار الفتاة سنخا يودي تزرب بسنكتات يوخن مو صوابك بجيشو. وحدثنا بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن امته عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله هدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. باب أكل الناس وشربه نياتي سنمي رانفته وشربه نمم اللي دوغي
وجماعه ورا وجه اللي رفع لا يفطر خايف بيني ناسين نمر رامبتيجو نمر رامبتي ورا وجه اللي رفع نياتي وديماس صومني ساسو نكمتا وحدثني عمرو بن محمد الناقد وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب ان لا يخلي شهرا عن صوم صومنا الرباعي تكلم كلها تولبو جالتمو حدثنا يا ابن يا اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قالت قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان قالت والله ان صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مدى لوجهه انقدوت ولا افطره حتى يصيب منه انق سباتي تكرر المصمنت وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا كعمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت ما علمت صام شهرا كله الا رمضان ولا افطره كله حتى يصوم منه حتى مدى لسبيله صلى الله عليه وسلم انقد وجهه معنا وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا عماد بن ايوب وهشام بن محمد عن عبد الله بن شقيق قال عماد واظن ايوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر قالت وما رايته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينه الا ان يكون رمضان وحدثنا قتيبة حدثنا عماد بن ايوب عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الاسناد هشام ولا محمد تيبا يلا خالد ابو الربيع قدايا حدثنا يا ابن يا قال قرات ولا مالك لنا بن ندر مولى عمر بن عبيد الله نبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. وحدثنا ابو بكر بن شيبة وابن الناقد جميعا عن ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي لبيد عن ابي سلمة قال سالت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم اراه صائما من شهر قد اكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمة عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة اكثر من صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من العام ما تطيقون فان الله لن يمل حتى تملوا. وكان يقول احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل. حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط خير رمضان وكان يصوم اذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر اذا افطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع عن كندر عن شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد فاتي شعبة جل هذا الصحابي بشر وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري وقال سالت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثني علي بن هجر حدثنا علي بن مسر وحدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الاسناد بمثله. كلا جل هذا عثمان خنيس. وحدثني زهير بن ربي وابن ابي خلف قال حدثنا روح بن عباده حدثنا عماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه وحدثني ابو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا باز حدثنا عماد حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد افطر. باب النهي عن صوم الدار لمن ضرر به او فوت به حقا. لمن تضرر به نمي سندرر مي تكاو صومنا انا هيدي سقطه بيجو او لم يفطر العيدين والتشريك وبيان تفضيل صوم يوم او افطار يوم. يا تقصمني يا تكفر رجال تسوجو. حدثني ابو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب وحدثني ارملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد بن مسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول اقومن الليل ولا اصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصوم ومن الشهر 3 ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك
وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أوتيك أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أوتيك أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أوتيك أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا إكرمة وهو ابن عمار حدثنا يا قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا هنا قال فقلنا لا بل نقعد هنا فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدار وقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيت فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام قلت يا نبي الله إني أوتيك أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك ولزورك عليك ولجسدك عليك قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان عبد الناس قال قلت يا نبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال وقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أوتيك أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 20 قال قلت يا نبي الله إني أوتيك أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 20 قال قلت يا نبي الله إني أوتيك أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك ولزورك عليك ولجسدك عليك قال فشددت فشدد علي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت إني كنت قبلت رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا روي بن عبادة حدثنا حسين بن معلم وعن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه باتي حسين قدا رسايا المكثير ينججوا وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل سنة 10 أمثالها فذلك الدار كله. وقال في الحديث قلت وما يصوم نبي الله داود قال نصف الدار ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن لزورك عليك ولكن قال وإن لولدك عليك حدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى محمد بن عبد الرحمن مولى بني زورة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته وأحسب قال سنما محمد بن عبد الرحمن جاء وأحسبني إفين سيجي كسميت حديث خنين دقي أنا من أبي سلمة را سنين سياجي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أجد قوة قال فقرأه في 20 ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في 70 ولا تزد على ذلك. جرب الله